السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نورتوني من جديد في قناتي. اليوم رجعنا لروتيناتنا بعد التبحيره والعطله. كما تعرفون نرجعوا لحياتنا اليوميه، نرتبوا نغسلوا نديروا عشانا غدانا. تعرفوا يعني هذه الحاجه لا مفر منها. فيديو اليوم خفيف ظريف وبسيط وفيه شويه شغل شويه طياب. والحاجه اللي يعني اكثر مهمه هي اننا نعيشوا مع بعضنا تفاصيل نهاري كما راهو، يعني بلا تصنع بلا بريستيج. ديروا قهيوتكم ولا كاس عصير وروحوا معايا، نخليكم معايا حتى الاخير. وان شاء الله تلقاو في هذا الفيديو الطاقه الايجابيه اللي تخليكم تنوضوا تتحمسوا ديروا انتم ثانيك روتينكم معايا. وإلا كنتوا أول مرة تشوفوا قناتي، ما تنسوش ديروا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله. وفي الأول في العادة والعوايد نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد التبحيرة أكيد راح يتلموا لنا شوي حوايج، ولا بالأحرى هذوك الحوايج اللي ديناهم معنا لازم نغسلوهم. أنا قلت نحيهم من الطريق، يعني ما نخليش الخدمة تتراكم عليا، ونبدأ بالحوايج هذوما نغسلهم ونرتب أموري وحدة بوحدة. لهنا جبت هذيك الفاليزة اللي ديناها معنا، مسحتها كامل فرغتها كما كنت شفتوا. درت الحوايج يتغسلوا في الفليدة هما الاولين، درتهم يتغسلوا وكملت مسحت هذيك الفاليزه. ما تنسوش حبيباتي الفاليزه اللي تخرجوها معكم، نقوا هذوك الربط اللي تكون تمشي بهم في الارض يكونوا معمرين بزاف بالغبره، امسحوهم بلينجات ولا باي حاجه ما تكون يعني مشمخه، وخلوها تنشف مليح باش تعاودوا تخبوها. لهنا غسلت الدرا كما قلت لكم هما الاولين، ومن بعد نشرتهم ووليت لهذوك الحوايج اللي كنا ديناهم باش نلبسوهم. ذلك ما جاو هذوك يتغسلوا حتى هذوك نشفوا، الحمد لله على النعمه. بالنسبه لي انا كي نرجع اي حاجه في زعما هكايا كي نخرج، ونعاود نولي للدار، اي خرجه نروحها الحاجه الاولى اللي نحب نديرها هي نرجع الحوايج لبلايصهم، يعني نرجع الدار لنظامها. خاطر كي تكون الدار مرتبه والنظافه وواجده ويعني كل حاجه في بلاصتها، تكون النفسيه تتبدل، تكون مليحه، تكون عندك لونفي باش تخدمي باش يعني تقومي بدارك. كما كنت قلت لكم، اي تصرف نديروه نهار اللي ندخلوا من اي خرجه هو نروحوا نرتبوا الدار ونعاودوا نرجعوها لسيستمها الاول باش تسهل علينا يعني الامور. كما راكم تشوفوا انا بنتي كانت تغسل في المواعن هذوك تاع الصباح وتاع الليل، كنا وصلنا يعني عيانين. درنا عشاء خفيف ظريف ورقدنا، ما درناش يعني شغل في الليل. لهنا جيت ندير معكم فطورنا. لهنا درت شويه ثوم، سنينة ثوم، حبة طوماطيش يعني على حسب الحبة. أنا عندي زوج صغار، انتي ديري حبة كبيرة، وشوية معدنوس ولي زيبيس تاع الحوت، فلفل أكحل، كمون، عصرة قارص. كل وحدة دير الدوزينة ولا العقدة اللي تحبها. أنا درت هذه العقدة وضربتهم في ال- في الميكسر كما راكم تشوفوا، يعني رحيت كل شيء مع بعضاه. الملح، درت كل شيء على فوا، وتخرج لك التتبيله يعني واجده. كنت جبت معايا يعني من بمردس شويه حوت، كان رخيص يعني. جبناه معنا باش ما نضرش يعني نفكر فاش راح ندير غداك. تعرفوا مازال ما قضيناش، يعني ما كناش في الدار، مازال يعني ما ديسيديتش واش نقضي. كي نديسيدي يرحمها ربي. كيما كنت قلت لكم انا كنت جبت معايا شويه حوت، قلت ندير نص العشاء ونص الفطور. شوفوا كيفاش تخرج هذيك لامارينات، تخرج روعه. هذا الحوت اللي شريته، كنت درت الصغير درته في الفطور تاع النهار، وفي الليل درت هذيك الحوته الكبيره. مهم مارينيتو كامل، وخبيت الحوته الكبيره كنت تشوفوا معايا. درت لها لا مارينات دوكا، يعني في 12 وخليتها حتى لليل. درتها عشاء. لهنا نقسم شويه هذاك الحوت، نقسمو على الجوانب هكذا باش تدخل التتبيله فيه. راكم تعرفوا الحوت ما تتبلوش مليح، ما يعني ما تملحوهش قصدي ثانيك، ما يجيش بنين. وكاين حوت يعني لازم ما ديري له حتى حاجه، يعني تلتزمي غير بالملح وفلفل الكحل باش يجيك بنين. كل واحد طيب كيما تحب. انا شاركت معكم كيفاش طيبت الفطور تاعي، وانتم حرين كل وحده كيفاش مضاريه دوز الحوت تاعها. لهنا كما كتشوفوا قلت لكم درت له يعني في الجوانب هكذا بالموس، ودرت له لا ماريناد هكذا دخلتها له في الجوانب من ومن. يجي بنين الله يبارك، يعني يجي حلو.
هذا الحوت أنا عجبني. أنا مانيش يعني من محبين الحوت، يعني الأنواع تاوعو شوية ما ناكلش بزاف أنواع تاع حوت، مي هذا عجبني، ما فيه حتى ريحة يعني، شغل الزر تاع دجاج مليح، مام ولادي كلاوه. شكون اللي ما تحبش يعني الأنواع تاع الحوت تخلي لي في كومونتير. أنا يعني حتى اللحوم البيضاء والحمراء شوية شوية، ما مانيش من محبين اللحوم. كيما راكم تشوفوا دخلت له كامل هذيك الدوزينة في الحوت، ومن بعدك نقليه. انا ولادي يحبوه مقلي، كنت حابه نديرو في الكوشه قالك ديريه لنا مقلي، يحبوا حاجه مقليه. تعرفوا الوليدات دائما لازم نتكلخوا لهم ونديروا لهم شنو حابين، مهم لا ياكلوا لي، المهم ندير عفسه اللي يحبوا ياكلوها. وانتم قولوا لي وليداتكم ياكلوا الحوت ما ياكلوش، ياكلوا الدجاج؟ انا ولا غير بالتكلاخ ويا ربي ياكلاو لي. ما نكذبش عليكم، صامتين بزاف في الماكله تاعهم. كل مره ما راهم كبار يعني، نورمالمون ما ما ندخلش فيهم، زعما ماشي ما ندخلش فيهم، ما نسيفش عليهم واش ياكلوا واش ما ياكلوش، مي من ذاك لازم تسيفي عليهم، باسكو من ذاك ما ياكلوش كامل، ياكلوا غير السقايط، وانا ما نحبش ياكلوا هكاك السقايط، لازم ياكلوا شويه فيتامينات، لازم ياكلوا شويه عفايس هكذا اللي يفيدوهم. كيما راكم تشوفوا انا رميتو في السميد مش في الفارينه، السميد شويه حاج ولا غير جابتني يعني شهيتكم في الجنه حبيباتي. وقولوا لي نتوما كيفاش طيبوا الحوت هذايا، لا تقلوه ولا ديروه في الكوشه ولا كل واحد كيفاش يديروا. لهنا قليتو فيه زيت كان سخون، ما كثرتش الزيت غير شويه، غطيت برك يعني شويه تاع هذيك تاع القاعده تاع المقله، وخليته يتقلى حتى يتحمر من جهه هذيك الاولى، وباش نقلبوه على الجهه الثانيه. يطيب لحظه الجهه الاولى باش نقلبوها على الثانيه، باش ما يتفتحش يعني يتفتح خارج من النار يبدا يتفتح. شوفوا كيفاش يطيب زبده، يعني هذا الحوت بزاف عجبني. اللي تعرف اسمه تخلي عليهم، ولا ما نعرف نفرق ما بيناتهم، نتصل عليكم. وهاد الحاج ما شاء الله حمرته بيا، جا مقرمش من برا ويعني طري من داخل. شوفوا هذه الحوته الكبيره درتها لها يعني دوزنتها وحطيتها في بواط مونجي وحطيتها في الفريجيدير حتى يلحق وقتها. لهنا كنا يعني بعد ما فطرنا ودرنا شويه لاسياست، يعني كانوا غسلوا البنات لماعن مور الفطور، غسلوا البنات لماعن ودرنا شويه لاسياست. كيما راكم تعرفوا السخانة هذه لازم كليماتيزور، ما نقدروش نقعدوا يعني في السخانة. الله يبعد علينا يعني نار جهنم، اللهم أجرنا من نار جهنم. كيما كشتي درتها هكايا وحطيتها تجيني واجدة، من بعدها حطيتها في الثلاجة من تحت وخليتها. ولهنا هذا فطورنا هو واجد، شهيتكم في الجنة حبيباتي. أنا قدمته غير مع بصل وطماطيش يعني عادي، أنا نحبو ياكلو هكايا يعني بصل وطماطيش وفلفل وزوز، وربي ورحمته وشهيتكم في الجنة حبيباتي. إن شاء الله اللي شهيتها تسمح لي إن شاء الله، ربي يرزق كل مؤمن. كما قلت لكم البنات غسلوا الماعن ودرنا شوية لاسياست، هنوني من الماعن وراحوا رقدوا شوية. ومن بعد في العشية شربت قهوتي، أنا ولادي ما يشربوش، كانوا كلاو غير الياغورت. لهنا في نفس التتبيله اللي درت فيها هذيك الحوته درت فيها بصل وطماطيش، اللي واش عندك خضره ديري، بطاطا مقطع رقيق، طرشي حلو، كل وحده دير واش حبت واش ياكلوا وليداتها. ودهنت هذاك السنيوه هذيك درتها بالزيت ودرت فيها هذه الخضره كامل، يعني درت لها الدوزينه هذيك. انا شحال بصراحه نحب العشاء ولا الفطور اللي يكون في الفور، يعني نحب الحاجه اللي تطيب في الفور بسكون نخليها تطيب على خاطرها، ونروح نخدم انا نكمل شغالاتي وباقي اموري. كما راكم تشوفوا، شوفوا لي الحوته هذه كيفاش يعني درتها في الوسط مع الخضروات، منها ياكلوا الدراري شويه خضره، منها كي تعرفي نزكوا الحاله. وشهيتكم في الجنه ندخلوها للفور يعني نخلوها تطيب على مهلها.
وهكا يا حبيباتي وصلنا لنهاية الروتين تاع اليوم. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي لايك وكتبوا لي في التعليقات واش تحبوا أكثر، وصفات وطبخ ولا روتينات يومية، ولا تحبوا نخلي لكم يعني الوصفة في فيديو وحدها نخلي لكم. هنا دخلته للفور كما تشوفوا، درت له ورق زبدة ودرت له الألمنيوم ودخلته للفور. كما كنت قلت لكم خلوا لي نتوما إذا كنتوا حابين ندير لكم الوصفة على حدة، وإن شاء الله ربي يهنيكم ويفرح قلوبكم ويحفظ لكم عائلاتكم، ونحبكم بزاف بزاف، وتهلاو لي في رواحتكم يعني شهيتكم الجنة. عفوا راحت لي الهضرة سمحوا لي. شهيتكم حبيبتي في الجنة إلا هنا كنت نسربي لهم في العشاء. يعني كاين اللي ما ياكلش، انا عندي اصلا الحوت كيما نتوما يعني. اذا اولادكم ياكلوا الحوت ما ياكلوش، ياكلوا اللحم ما ياكلوش، كاين يعني بعض التصرفات يشاركوا فيهم الاطفال، يشتركوا فيهم اولادنا. كل واحده عندها يعني نوع خاص من الاولاد. لهنا يعني هذه الحوته راهي كبيره، ما تحقروهاش، راها فيها اكثر من كيلو. الحمد لله عشاتنا وكفاتنا، الحمد لله، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. ان شاء الله اللي شهيت حتى تسمح لي نقول لك حبيبتي شهيتك في الجنه. وهنا راهو واجد العشاء تاعنا، شغل كيفاش يطيب زبده هذا الحوت وما فيه حتى ريحه، يعني ما يديرش اغياركو. نتلاقاو في فيديو جديد وروتين جديد ونتهلاو لي في بعضاكم وتهلاو لي في روحتكم ووليداتكم. نتلاقاو بإذن الله إذا كانت الأعمار الحية والأعمار طويلة. كما كنت قلت لكم إذا كانت الأعمار طويلة وحيانا الحي إن شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. مع ألف ألف سلامة.